كتير مننا بسبب الافلام والمسلسلات يعرف قصة ال 300 محارب من مملكة سبارتا اليونانية، القصة اللي بقت رمز للتضحية والشجاعة. واللي ما يعرفهاش خلينا نقولها كده سريعا. في سنة 480 قبل الميلاد وقف 300 محارب بس عشان يواجهوا جيش فارسي مكون من 50,000 جندي. وعلى الرغم ان المعركة انتهت بقتلهم جميعا وان القصة مبالغ فيها شوية، الا ان شجاعتهم وقصتهم فضلت لغاية النهاردة. وقائدهم ليونداس، ويا رب اكون بقول الاسم صح، المهم ان بقى بطل قومي عندهم. لكن هل فكرت ان عندنا في تاريخنا الاسلامي مواقف اقوى واعظم من كده؟ وعلى سبيل المثال غزوة بدر اللي كان فيها حوالي 300 مسلم بيواجهوا 1000 واحد من كفار قريش. والمسلمين هنا مش بس انتصروا، لا دول كمان أسروا عدد من الكفار. ومن أبطال غزوة بدر واللي هنتكلم عنه النهاردة هو سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. الحكاية بتبتدي من عند أهل مكة لما شافوا شاب صغير ماسك سيفه ورفعه بكل حماس. الناس استغربت وقالوا الغلام معه السيف، وفضلوا يكرروا الجملة. فيشوفوا سيدنا محمد ويسألوا مالك يا زبير؟ رد الزبير وقال له سمعت أنك أخذت، يعني قتلت. فسيدنا محمد قال له فماذا كنت صانعا؟ فرد عليه وقال له فجئت لأضرب بسيف من أخذك. ومن هنا تعرف ان الزبير بن العوام هو اول شاب يشهر سيفه في الاسلام. متخيل شاب صغير بالعقلية والشجاعة دي؟ الزبير دخل الاسلام وهو عنده تقريبا 16 سنة، ولما عمه عرف الخبر جابه ولفه في حصير وعلقه وولع النار من تحتيه وخلى الدخنة تطلع عليه. وعمه يقول له ارجع الى الكفر، فيقول الزبير لا اكفر ابدا. وبمناسبة التعذيب، لما المسلمين اتعرضوا للضغط والتعذيب هم كمان، سيدنا محمد أمرهم بالهجرة إلى الحبشة عند النجاشي، والزبير كان من ضمن الصحابة دول. واللي ما يعرفش قصة النجاشي أنا كنت عامل عنه فيديو، ابقى أشوفه بعد الفيديو ده. بالنسبة لصلة القرابة، فالزبير بن العوام هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى زوج السيدة أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان يلقب بحواري رسول الله، يعني ناصره من صفوته، وأحد العشرة مبشرين بالجنة. ويقال حسب الروايات إن سيدنا محمد كان أكبر من الزبير بحوالي 24 سنة تقريبا. من المواقف اللي ما تتنسيش عن سيدنا الزبير وعلى سبيل المثال غزوة أحد. وقبل بداية المعركة خرج راجل ضخم من جيش الكفار اسمه طلحة ابن أبي طلحة، وكان يلقب بكبش الكتيبة. طلحة خرج بجمله صفوف الجيش عشان يتحدى المسلمين ويستنى حد يخرج له. وهنا خرج الزبير على رجليه علشان يجري على طلحة ويوقعه من على جمله ويفصل راسه عن جسمه بضربة واحدة. في معركة اليرموك وتحديدا في 14 رجب سنة 15 هجريا، الصحابة حكوا ان اثناء المعركة كان في راجل ملثم اخترق صفوف جيش الروم، وكان شايل سيفين واحد في كل ايد. وقالوا ان رؤوس الاعداء فضلت تطير يمين وشمال، وبعدها عرفوا ان اللي عمل كده هو الزبير بن العوام. جيش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص حاصر حصن بابليون لمدة 7 شهور بدون فايدة. فلما سيدنا عمر بن الخطاب عرف بالحصار بعت الزبير بن العوام عشان يخترق جيش المسلمين ويتسلق الحصن ويفتحه. وبفضل شجاعته أصبحت مصر دارا للإسلام لغاية النهاردة واليوم القيامة إن شاء الله. ودلوقتي عندي ليك سؤال، احنا ليه بنركز على قصص الغرب وبنتجاهل بطولاتنا الإسلامية اللي فيها مواقف عظيمة وملهمة جدا؟ عرفني في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.